وصلت للحال ده. استرها على عبيدك يا رب. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم في برنامج أسرار شخصية. النهاردة حلقتنا مهمة جدا عن ضرب الرجالة والعنف ضد الرجالة. الرجالة أصلا نقصت، هيموتوا الباقيين؟ ما مش هينفع، لازم نشوف. ده الرجالة شحة والبنات كلها مع النساء، والناس مش لاقية حتى، وإن الراجل جه ما بيبقاش قوي راجل. طب نعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوف كده أول حكاية من الحكايات. مساء الخير يا دكتورة أمنية. أنا اسمي نبيل، عندي 33 سنة ومتجوز. أنا عشت أيام وحشة جدا. تخيلي إن مراتي ضربتني لأنها كانت عايزة تحمل، وأنا كنت شايف إننا نأجلها شوية، ومشيت كلامها برضو غصب عني، وكانت عاوزة تجيب بنت. أنا كنت رافض لأني شايف إننا محتاجين نرتب أمورنا المادية الأول. المهم ما طولش على حضرتك، ربنا رزقني بولدين. ومرة كنا بنتكلم أنا ومراتي زي أي زوجين، فقلبت بخناقة، اتعصبت عليا، ضربتني بعصاية واتعورت. ولما جبت أهلها لأن تربيتي ما تسمحليش إن أمد إيدي على ست، إخواتها صدموني برد فعلهم. تخيل يا دكتورة، شافوا إن عندها حق. استغربت موقفهم جدا، وحصلت خناقة بينا انتهت بإنهم اعتدوا عليا وقالوا لي لو راجل طلقها واحنا هنحبسك بالقايمة وحقوقها، وطردوني بره شقتي ومنعوني اشوف ولادي. اعمل ايه يا دكتورة؟ هو إيه ده؟ يعني هي اتخانقت معاك علشان عاوزة تخلف؟ هي واضح إنها خلفت، يعني عملت اللي هي كانت عاوزاه. ده بقى بعد ما ضربتك ولا قبل ما تضربك؟ يعني أنت بعد ما ضربتك أنت وافقت إنها تخلف؟ وبعدين يعني إيه تضربك؟ ويعني إيه أنت توافق إنك تتضرب؟ في حاجة غلط. هو مين اللي بيصرف على البيت؟ مين راجل البيت؟ وانتي كمان تعالي هنا، يعني ايه تضربي جوزك؟ هو ايه الافتراء ده؟ ازاي بتضربوا جوازكوا؟ وبعدين واضح ان يعني العيلة كلها كده، العيلة كلها بتضرب، لان اهلها كمان راحوا مضربينك. فانا مش عارفة الضرب ده يعني سكته ايه، بس انا متأكدة منه انك خلاص ما تطلقهاش علشان ما يحصلكش مشاكل. بس خد موقف، شوف مين كبير في أهلها، شوف مين كبير في أهلك، لكن ما تسكتش كده انك قاعد تتضرب. ايه الكلام ده؟ معانا رسالة صوتية. مساء الخير يا دكتورة. أنا اسمي صفوت، عندي 30 سنة. من 6 شهور تقريبا خطبت بنت، هي رياضية وبتلعب كمال أجسام، وإنسانة كويسة وهادية، بس ده في الأحوال العادية. في الخناقات لأ خالص. حصل موقف بيني وبينها واتطور الموضوع وشتمتني، فأنا طبعا اتنرفزت وقلت لها بما معناه يعني انتي أمك معرفتش تربيكي. فوجئت برد فعلها يعني قوي جدا، وقالت لي لو ما احترمتش نفسك همد ايدي عليك. طبعا انا استغربت وكنت فاكرها بتهزر. قلت لها طب وريني كده. فالموضوع اتطور وابتدت تضرب فيا بغباء، كأني حد متحرش او حرامي اتعرض لها. طبعا الناس كانت بتتفرج، بس الغريبة بقى ان هما كانوا بيشجعوها. بعد الموضوع ده بمدة ولاد الحلال من اصحابنا حاولوا يهدوا الموقف، وعملنا قعدة صلح وخلوني اعتذر لها عشان نكمل مع بعض. بس هي الحقيقة ما اعتذرتش، وكأن مفيش اي غلط عندها. في النهاية احنا اتصالحنا، بس انا مش قادر انسى اللي حصل. سؤالي لحضرتك بقى، اكمل معاها ولا كفاية عليها كده؟ يعني انت عارف ان البنت بتلعب بادي بيلدينج، كمال أجسام، يعني طول بعرض بارتفاع بكل حاجة، وشايفها ما شاء الله يعني قدامك كده مالية مركزها، تروح تشتم مامتها؟ ده لو كانت البنت ضعيفة وما فيهاش حيل وشتمت مامتها كانت هتقوم عليك برضو. اديك اتمرمطت، اديك اتضربت في الشارع واتمرمطت.
وفرجت عليك الناس كلها، قالت لك اسكت لاضربك، انت سمعتش الكلام ليه؟ وكمان انت عاوز تصالحها؟ في ايه؟ وحشك الضرب ولا حبيته ولا ايه؟ يعني انت ناوي بقى ترجع وكل ما انت تزعلها تروح واخداك حباك العلقه التمام وانت تمام؟ يعني واحده بتضرب وانت اتضربت وما قدرتش عليها واتمرمطت في الشوارع، انت عاوز ايه؟ هو انتوا ما بقيتوش رجاله تتكسفوا لو اتضربتوا؟ يعني هو طبيعي ان احنا نضربكم؟ هو لو طبيعي بس بلغوا الناس كلها، لان في ناس مش عارفه. فلو ده بقى الطبيعي يا ريت تعلنوا عنه. اقول ايه بس؟ اللي ترجع لها قال. في رساله مكتوبه بتقول: انا اتخانقت مع مراتي خناقه في بيتنا، صوتي عالي عليها، بعتت جابت اهلها يضربوني ومن غير ما يعرفوا المشكله خدوني قدام الباب البيت وقدام ولادي وادوني العلقه. مراتي كانت واقفه تقول لهم أدبوه، ايوه كده عشان يتربى. واحد من اخواتها نادلها وقال لها: هو مد ايده عليكي وهو بيتخانق؟ قالت له لا. قال لها: طيب قلطشيه قلم عشان يفتكره طول عمره ويعرف هو متجوز مين ومين اهلها. وفضلت فتره مكسور قدام نفسي وولادي، بس اهلها قوي قوي، حسبت 100 حسبه عشان ما اتحرمش من ولادي، وانا عايش دلوقتي في البيت متغاظ ومتضايق. ساعات بفكر اذيها وساعات بفكر اموتها، مش عارف اعمل ايه. تموت مين بس؟ بلاش استعراض قوه يعني. تموت مين؟ حضرتك دلوقتي اهلها ضربوك وهي ضربتك وما شفتش اي موقف من اي نوع اتعمل. اهلها عندهم نفوذ، هو انت مش بني ادم؟ ما يعني انا، هو عادي تتضربوا كده؟ يا جماعه في حاجه غلط. ما ينفعش. انا مش قادره اصدق اني بقول كده. ما ينفعش راجل يوافق ان مراته تضربه. انا حاسه اني بقول معلومه. العادي كنا بنقول اوعي جوزك يمد ايده عليكي، دلوقتي انا مضطره اقول للستات عيب بقى، لمي ايديكي. هو مش كل شويه كده ايدك طايشه كده تضربيه في الرايحه والجايه؟ طول ما بيسمع الكلام كويس ما تزعليهوش. بقى بالذمه ده كلام؟ انا اعتقد ان اللي بيقبل الضرب هو محتاج استشاره نفسيه، لان هو ده مش الطبيعي. هو مش الطبيعي اصلا ان حد بيقبل الضرب، بس كمان راجل وزوج وبيقبل الضرب بهذا المستوى. اعتقد ان في مشكله نفسيه، فياريت تستشير حد على الاقل تعرف تعمل ايه. معانا رساله صوتيه بتقول: مساء الخير على حضرتك. أنا أم أحمد، ولاد الحلال خلوني أسجل لحضرتك رسالة بصوتي عشان تفيديني بحل. والله أنا بشتغل في البيوت عشان أصرف على بيتي وعيالي. جوزي عاطل ومش عايز يشتغل، أول ما برجع من الشغل بياخد فلوسي يجيب بيها سجاير يصرفها على نفسه أو بياخدها، ولما اعترض واقول له ده قوت البيت والعيال بيشتمني ويضربني. دخلت في مشاكل كتير قوي معاه، ومرة واحنا بنتخانق كسر ازازة وفتح دماغي بيها، رحت انا ضرباه بحديدة وتعور. ومن ساعتها بقى هو ده العادي ما بينا، هو يضربني وانا اضربه وفي الاخر عايشين مع بعض. بس انا زهقت نفسي اخلص منه. ساعات اراجع نفسي واقول اهو اسمي على ذمة راجل وانا ست بشتغل في بيوت ناس. مش عايزة حد يقول عليا حاجة مش كويسة، بس والله تعبت ومش عارفة اعمل ايه. الاقيش عند حضرتك حل؟ اقول لك ايه بس؟
أكيد الضغط بيولد الانفجار، لكن هو مش منطقي طبعا إنك تضربي جوزك وجوزك يضربك، وطبيعي إنك تتضايقي من كده وتحسي إن حياتك مش ماشية صح. شوفي حد من أهلك دخليه، لو احتاجتي تعملي محضر في القسم روحي اعمليه، لكن إنك تستمري في الحياة بالطريقة دي غلط. انت ممكن في لحظة لا قدر الله تتعصبي، تخبطيه بحاجة، يجرى له حاجة، هيبقى الراجل يا عيني راح بين ايدين ربنا، وانتي اتسجنتي والولاد راحوا في خبر كان. لازم تشوفي حل، شوفي حد من العيلة، شوفي اسم البوليس، لازم يكون في طريقة. لكن ان الحياة تستمر بالطريقة دي اكيد ده مستحيل. نطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. ورجعنا بعد الفاصل. أنا راجل عندي 3 أولاد، بتعرض لعنف من مراتي. بعد ما ربنا ابتلاني بمرض مزمن اتسبب لي في إعاقة جسدية، وبقيت عاجز، بقيت عاجز عن العمل والحركة وملازم البيت. مراتي ما كانتش بتشتغل، وكل يوم تيجي تهزقني وتقول لي هأكلك إيه أنت وولادك. كل شوية رايحة جاية، لما اندهلها لو عايز أي حاجة تقول لي مش عايز أسمع صوتك، وتضربني وتقول لي ولادي اضربوه. ده راجل ملوش لازمة. وفي كل مرة حتى العكاز عشان أطلبه منها عشان أمسكه ما بترضاش تدهوني، وضربتني بيه. انصحيني أعمل إيه؟ أنا راجل مغترب من محافظة تانية وما عنديش أهل. عايزة أوضح تاني إن ردودي كلها مبنية على البيانات اللي حضراتكم بتبعتوها، فأنا ردي على اللي بيجيلي والعهدة على الراوي. فأنت لو كلامك ده سليم فيبقى بجد منها لله. ده مستوى من الجحود وعدم الإحساس بالآخر أنا ما شفتهوش وما أحبش إن أنا أشوفه. تعمل إيه؟ ولادك، اتكلم مع ولادك حتى لو كانوا صغيرين، ابدأ لمهم ليك، هيبدأوا يحبوك. موضوع إن ما عندكش مكان تروحه ده طبعا ربنا يعينك. خلي مراتك تحاول تكلمني. أعتقد برضو إن هي محتاجة استشارات، هي غير سوية نفسيا. خلي مراتك تكلمني أو تبعتلي على الصفحة، وإن شاء الله هقدر أساعدها. والحقيقة أنا عاوزة أساعدك أنت، بس هي كمان محتاجة مساعدة عشان ترجع للنفسية السليمة. معانا مداخلة، اتفضل. مساء الخير. أهلا. ازيك يا دكتور؟ أنا أحمد، عندي 25 سنة. مشكلتي في حياتي هي مراتي. أخبرتني إن إحنا لازم ننفصل بعد مواقف كتير حصلت منها. المواقف دي كانت عنف وضرب وإهانة. ده منها هي مش مني أنا، يعني هي اللي بتضربني. تخيلي، مدت إيدها عليا كذا مرة، وكانت بتتخانق معايا عشان بقول لها اطبخي. هي عايزة دايما تجيب دليفري من بره، يعني مش عايزة تقوم تطبخ حتى. في مرة رفعت عليا سكينة وهددتني بالقتل. أنا حاسس إني متجوز ست مجنونة. والله هي فعلا مجنونة. أنا بعترف لك إن أحيانا كنت بخاف منها. مرات كتير كنت بنام في أوضة العيال لحسن تقتلني. دي في مرة في خناقة كسرت لي رجلي وهي بتضربني وحدفتني ببنتي الصغيرة. بنتي دي ما كملتش 6 شهور. بنتي وقعت ووديتها المستشفى. المشكلة إن أنا خايف أطلقها أصلا. خايف إن بعد ما أطلقها وننفصل البنت هتبقى في حضانتها وهي ممكن تأذيها. أنا متأكد إن هي هتأذيها انتقاما مني. قولي لي أنا أعمل إيه؟ لا، أنت مراتك مش سليمة، مراتك مش نفسيا مش سليمة،
مراتك عقليا كمان مش سليمة، مراتك غير سوية نهائي. مراتك لازم تتعرض على دكاترة، وأعتقد إنها ممكن يا هتاخد علاج قوي وربما تنحجز شوية في المستشفى. الأم اللي توصل إنها بترمي بنتها عشان تضرب بيها جوزها، أنت بتتكلم في إيه؟ وعلى فكرة هي ممكن تأذيك فعلا وممكن تقتلك فعلا، لأن هي مش واعية للي هي بتعمله. مراتك محتاجة علاج قوي جدا لقواها العقلية. معانا رسالة صوتية. مساء الخير، اسمي إيهاب. أنا اتجوزت من 3 سنين، وحصل بيني وبين مراتي خلافات كتير بسبب الفلوس. انتهت بإنها استولت على شقتي بمساعدة أهلها. طردت من بيتي، ومراتي مكفيهاش ده كله، لا دي كمان استولت على مبلغ كبير أوي من فلوسي. اتخانقت معاها خناقة كبيرة، طورت الضرب بالإيد. اخواتي عاوزيني ما اطلقهاش وارفع عليها قضية نشوز وبهدلها في المحاكم، لكن كرامتي كراجل مش سامحالي غير ان انا اطلقها. قولوا لي اعمل ايه؟ طبعا طلقها، انت راجل محترم وكفاية بهدلة كده. طلقها، ولا تبهدلها في محاكم ولا هيفرق معاها دي البهدلة أصلا. طلقها عشان تقفل الصفحة دي بسرعة وتبدأ حياة جديدة، ولا تعمل أي حاجة، ولا ترفع قضايا، ولا ناشز ولا مش ناشز. اتكل على الله وطلقها وابدأ حياة جديدة. معايا رسالة تانية بتقول: أنا راجل متجوز من 5 سنين، أب لطفلين. اتجوزت من عيلة محترمة فيها كل الصفات اللي تجذب أي راجل. هي حلوة وأنيقة وخلوقة. عاشت في اليابان 10 سنين لأن والدها كان بيشتغل هناك، كان مستثمر، وبعدين رجعوا يستقروا هنا في البلد. اتقدمت لها وتم كل شيء على أحسن ما يرام. كانت بداية جوازنا كويسة قوي، وربنا أنعم علينا بتوأم رائع، بنت وولد. في مرة الولاد اتخانقوا مع بعض، عملوا دوشة. أنا كنت نايم فصحيت اتعصب، فقمت ضربت بنتي بالقلم على وشها. اتفاجئت برد فعل مراتي، راحت ضرباني بالقلم، ضربتني بالقلم على وشي. بتقولي ازاي تضرب بنتي؟ أنا من وقتها ما بكلمهاش، مش عارف أتصرف معاها ازاي، أطلقها ولا أعمل إيه؟ أولا ضربك لبنتك على وشها ده خطأ جسيم. حتى لو هنضرب الولاد ما بنضربهمش نهائي على وشهم، لأن ده بيأثر في نفسيتهم جدا جدا جدا. وعموما الضرب غلط. أنا ما أقدرش أحاسبها على رد فعلها، ده رد فعل أم غصب عنها. مش هقدر أقول إن أنا موافقة إنها ضربتك، بس في نفس الوقت أنا مش عارفة. أنا ممكن لو كنت مكانها وحد مد إيده على ابني حتى ولو أبوه، أنا متهيألي برضو ما كنتش هسكت. أنت مش محتاج تطلقها، أنت محتاج تمسك أعصابك، محتاج تعمل anger management، اللي هو كيفية التحكم في الغضب. أنت محتاج إنك تتحكم في غضبك، ما تمدش إيدك على ولادك تاني. معانا رسالة تانية بتقول: أنا راجل عندي 32 سنة، مراتي عصبية جدا، متجوزين من 6 سنين، عندنا ولد وبنت. أنا ومراتي في وظائف مرموقة، وضعنا المادي كويس قوي، وإحنا ناس ملتزمة. إحنا متجوزين عن حب، حبنا استمر 4 سنين، بس طبعا كالمعتاد بنتخانق كتير، بس أنا بحبها. خلال فترة زواجنا حصل مشاكل بيني وبينها زي أي 2 متجوزين،
لكن المشاكل لأنها عصبية قوي كانت بتتطور جامد، وكان ممكن تحدفني بحاجة إيه موجود جنبها، أي حاجة ترميها عليا، إيه اللي بتلاقيه في وشها بقى. مرة اتعصبت عليها وضربتها، قلت يمكن تخاف بقى، ولكن حصل العكس، لقيتها هرياني ضرب عشان تدافع عن نفسها. أنا اتصدمت واتصلت بوالدها يجي ياخد بنته يشوف يمكن تعترف بغلطها، لكن ما صدقت راحت عند أبوها وما اعتذرتش. أنا بروح كل أسبوع أشوف العيال، ولا هي بتفكر تعتذر ولا بتفكر ترجع، شكلها مرتاحة جدا. أنا محتار، مش هاين عليا العشرة وبحبها، أعمل إيه؟ أول نصيحة في الزواج إن لا تهزروا بإيديكم ولا تتخانقوا بإيديكم ولا تضربوا بعض ولو بهزار. انت من الأول ما تبعتوش القصة دي، من الأول كانت بتضربك بأي حاجة تلاقيها في وشها وانت كنت راضي وما قلتلهاش ده غلط، لغاية ما جه في يوم انت ما تحملتش فضربتها، فراحت هي بقى رقعاك العلقة المظبوط. انت غلطان، انت من الأول ليه قبلت ان مراتك تحدفك بحاجة؟ فين الكرامة؟ فين الأصول؟ انت بتحبها بس واضح انها ما بتحبكش، واضح الخلافات اللي انت شايفها خلافات بسيطة بالنسبة لها هي مش بسيطة خالص. هي راحت عند والدها وما بتفكرش ترجع وما طلبتش الطلاق. سيب الوضع كما هو عليه، الزمن والوقت ممكن ينسي وممكن يخليكوا تصالحوا ويخليكوا تسامحوا، لكن دلوقتي سيب الوضع زي ما هو. السعادة اختيار، وعمرك ما هتكون سعيد وشريك حياتك تعيس. السعادة عشان تكمل لازم يبقى البيت سعيد، والبيت مش هيبقى سعيد غير بيكم انتم الاتنين. يا ريت نختار ان احنا نراضي بعض ونريح بعض عشان تبقى السعادة هي اختيارنا. خلصت حلقتنا، لكن ما خلصتش لقاءاتنا. هستنى رسائلكم على الصفحة، رقم الواتساب طالع على الشاشة، تقدروا تسجلوا اللي انتوا عاوزينه أو تبعتوا لي مشاكلكم. ربنا